نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. قاطعه والده بسبب قراره، وآخر كرويف تدخل لإقناعه. أشهر النجوم الذين رفضوا تمثيل المغرب في مسيرتهم. قبل كأس العالم 2022 كانت هناك مجموعة من نجوم كرة القدم تظن نفسها رابحة حين رفضت تمثيل المنتخب المغربي خلال مسيرتهم الاحترافية، ولكن بعد المونديال الأخير تبدل كل شيء وتم التأكد من اختيارهم الخاطئ. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض لكم أشهر النجوم الذين رفضوا ارتداء قميص أسود الأطلس. إسماعيل بن ناصر، نجم وسط ميلان، كان بإمكانه مع تمثيل المنتخب الجزائري. اللاعب لفرنسا بحكم نشأته، والمغرب لأصول والده. وبعد ارتداء قميص منتخبات الديوك للناشئين والشبان، نشب صراع بين الاتحاد الجزائري والمغربي للظفر بخدماته، فنصحه والده بارتداء قميص أسود الأطلس، ولكنه استمع لنداء الجزائر نظرا لاقتناعه بمشروعهم الرياضي، مما أدى إلى حزن وغضب والد بن ناصر الذي قاطعه لفترة من الوقت. مروان فيلايني، ارتدى النجم البلجيكي قميص منتخب المغرب للشبان بالفعل في عام 2005، ولكنه غير رأيه وقرر تمثيل منتخب بلجيكا نتيجة خلاف مع مدربه الوطني جمال فتحي، وانتقل بعدها لتمثيل بلجيكا بداية من عام 2007. عادل رامي، المدافع السابق لأندية فالنسيا ومارسيليا، لم يرفض اللعب للمغرب مرة بل 3 مرات، الأولى في عام 2008 بداعي أنه يمتلك أصولا مغربية من عائلته، ولكن قلب الدفاع فضل ألوان المنتخب الفرنسي وانتظر الدياكا. مر عام كامل ولم يتم استدعاء عادل رامي للمنتخب الفرنسي، فعاد المدرب روجيه لومير ووجه له استدعاءين، ولكنه وفي المرة الثالثة انتقد المنتخب المغربي ووصفه بالمنتخب غير المستقر. كريم بالعربي، اللاعب المولود في ألمانيا لأب مغربي وأم ألمانية، لعب للفئات السنية للمانشافت، وحين طلبه بادو إلزاغي لتمثيل المنتخب المغربي الأول آثر البقاء بألوان ألمانيا، وتبين أن والدته كانت وراء قراره ذلك الذي كان نقمة على مسيرته، حيث لم يتم استدعاؤه لتمثيل ألمانيا منذ عام 2016. إبراهيم أفيلاي، نشأ اللاعب الهولندي في أسرة مغربية مهاجرة، وبطبيعة الحال عرض عليه تمثيل المنتخب المغربي، ولكنه رفض الدعوة واختار تمثيل منتخب الطواحين بسبب حبه الكبير وتأثره بالأسطورة يوهان كرويف. خالد بولحروز، مثله مثل أفيلاي، اختار المدافع الذي لعب في أكثر من فريق أوروبي كبير تمثيل هولندا على حساب المغرب، ولكن هذه المرة علل بولحروز اختياره بعدم حصوله على أي اهتمام من أي مسؤول مغربي، مشيرا في إحدى تصريحاته بأنه لم يتلقى دعوة أبدا للعب بقميص الأسود. ماتيو الجندوزي، هذه المرة نال لاعب الوسط الفرنسي كل الاهتمام المغربي، وحاول هيرفي رونار بنفسه التواصل مع أحد خريجي أكاديمية نادي أرسنال الإنجليزي لإقناعه باللعب للمغرب، ولكن الجندوزي رفض تمثيل منتخب والده واختار ارتداء قميص فرنسا. ناصر الشاذلي، اللاعب المولود في أسرة مغربية، لعب بالفعل بقميص المنتخب المغربي وشارك في مباراة ودية في عام 2010، ولكنه بعدها بشهور قليلة رفض الالتحاق بالأسود واختار اللعب للمنتخب البلجيكي، مشيرا إلى أن تلك الخطوة سوف تنعكس بالإيجاب على مسيرته. رياض محرز، لم يتردد نجم مانشستر سيتي مرتين في اختيار اللاعب للخضر خلال مسيرته الاحترافية، وهذا نظرا لرغبته في تحقيق حلم والده المتوفي، وهو ما جعله يقدم اعتذارا لوالدته التي تمتلك أصولا مغربية.